المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. إحياء يوم الطفل العالمي في إقليم عنسبة. اجتماع لجمعية المعاقين ذهنيا في مصوع. مدرسة حدنة المتوسطة تكرم طلابها المميزين. كمالا هاريس تؤكد على التزام الولايات المتحدة الثابت بالفلبين. عشرات القتلى ومئات الجرحى في زلزال بإندونيسيا. مباحثات بين صربيا وكوسوفو في بروكسل وسط توترات تنذر بأزمة إقليمية. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء 20 من نوفمبر اليوم العالمي للطفل في مدينة كرم بإقليم عنسبة تحت شعار أطفال أصحاء برعاية الآباء والمجتمع. وأوضح حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في المناسبة التي نظمت في 20 من نوفمبر بحضور وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤول قبرآب ووزيرة الصحة أمينة نور حسين وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والمنظمات الدولية والضيوف والآباء. أوضح أن الأطفال أساس الوجود والمستقبل، ويجب على المجتمع عامة العمل لحصولهم على الرعاية العقلية والجسدية والاجتماعية دون تمييز جنسي منذ نعومة الأظافر. وقال إن إريتريا تتميز انطلاقا من القيم والتراث فضلا عن السياسات المتبعة بمنح الأولوية للطفل، ويجب علينا العمل بتسخير الموارد والقيم للأطفال. وذكر المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد محرت آف السعيه أن المجتمع الإريتري له ثقافة وقيم ثرة في الرعاية الجيدة للأطفال المتناقلة عبر الأجيال. وأوضح أن الحكومة الإريترية وبمنحها الاهتمام والأولوية لحقوق وسلامة الأطفال تعمل عبر وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وشركائها لضمان نموهم وتطورهم في كل المجالات وإرساء خدمات العناية الصحية والتعليمية والاجتماعية والذهنية لهم. وقال نائب مندوب اليونسيف السيد سامويل إن الأطفال يجب تنشئتهم بالحصول على جميع أنواع المتطلبات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وضعت ضمن مبادئها ضمان حياتهم المستقبلية وحماية حقوقهم ليكونوا منافسين ومبتكرين في المنتديات العالمية. هذا وشهد الاحتفال مناشط فنية وأدبية. ويحتفى باليوم العالمي للطفل للمرة 31 في البلاد وللمرة 64 على مستوى العالم. عقدت جمعية المعاقين الذهنيا اجتماعا في مصوع يوم 18 من نوفمبر بحث قضايا المعاقين الذهنيا بحضور مسؤولي وممثلي المؤسسات الحكومية والإدارات وممثلي الشعب. وقال المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزان فسها إن هدف اللقاء توسيع معرفة الشعب برعاية المعاقين ذهنيا. وقدم رئيس جمعية المعاقين الذهنيا المقدم برهان بخرسين في التقرير الذي قدمه أن الإعاقة الذهنية تعتبر الأصعب من الإعاقات الأخرى، وإن أضرارها الاقتصادية والاجتماعية كبير ما لم يتم اتباع وسائل الرعاية العلمية. وقال إن الإعاقة الذهنية يمكنها التحسن والتطور إذا وجدت الرعاية من المجتمع عامة والآباء والأسرة والعلاج. من جانبه أوضح ممثل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد إسماعيل عثمان أن الوزارة تمنح الأولوية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وتقدم الدعم النوعي لأسرهم والقيام ببرامج التأهيل. وأوصى الاجتماع تقديم الدعم للأسر الراعية للمعاقين ذهنيا وتوسيع أنشطة التوعية واتخاذ إجراءات ضد الآباء الذين يخفون أبنائهم المعاقين. كرمت مدرسة حدنة المتوسطة في الإقليم الأوسط 12 من طلابها الذين أحرزوا نقاطا عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة في العام الدراسي 2021-2022. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ دانيال هبتة في المناسبة أن الطلاب المتفوقين هم 11 طالبة وطالب واحد، مؤكدا بأن المدرسة ستبذل الجهود لتفوق طلابها، داعيا أولياء الأمور لمتابعة ومساعدة أبنائهم.
وقال مسؤول التعليم في المديرية الجنوبية الغربية الأستاذ تسفاي تخستي أن تفوق الطلاب يتأتى بمتابعة أولياء الأمور إلى جانب المعرفة التي يقدمها المعلم. وأشاد مسؤول التعليم العام في مكتب التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ مسفن ولد سلاسة بالأنشطة التعليمية التي قامت بها المدرسة. وقالت مدير مديرية زازرات السيدة دهب أباي إن المدرسة مؤسسة يكتسب فيها الطالب المعرفة والقدرات والقيم، مشيدة بالمعلمين وأولياء الأمور لتحقيق هذا النجاح. نظم نفير حصاد في مناطق الإقليم الأوسط لمزارع الشهداء والمحتاجين والمرابطين للدفاع عن الوطن. شارك في النفير أكثر من 700 شخص من أعضاء شركة موسى علي للإنشاءات من 16 وحتى 18 من نوفمبر في قرى عزقة وسعد كريستيان. وأوضح النقيب عثمان محمد موسى من منسقي البرنامج أن أعضاء الشركة ظلوا ومنذ فترة طويلة يقومون بأنشطة النفير. في غضون ذلك قام أكثر من 500 من أعضاء وزارة الأراضي والمياه والبيئة بنفير حصاد مماثل الأسبوع الماضي. كما قام أكثر من 1500 من أعضاء المكتب المركزي للشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ووزارات الزراعة والسياحة والعدل وطلاب كلية إعداد المعلمين بنفير حصاد يومي 17 و18 من نوفمبر في ضواحي عد قنبلة وعد سودة. وشكرت أسر الشهداء والمحتاجين والمرابطين هذا المجهود لحصاد المزارع. استشهد يوم أمس 20 من نوفمبر المناضل الكفلوم قبر هوت عضو الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب عن عمر بلغ 67 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل الكفلوم بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر أكتوبر من عام 1974 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في جهاز التدريب والقوات المقاتلة ومدرسة الثورة ومركز بالدهو. ومن عام 1985 وحتى 1997 في مفوضية إغاثة اللاجئين الإريترية، وبعد تسريحه عمل في مؤسسة تيمبول للصرافة حتى يوم استشهاده. المناضل الكفلوم متزوج وأب ل3 أبناء، وغدور يجثمانه الثرى عصر اليوم 21 من نوفمبر في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب جمعية معاقي الحرب عن حزنها لاستشهاد المناضل الكفلوم قبر هوت وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لرئيس الفلبين التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه بلاده، وذلك خلال زيارة تهدف إلى مواجهة توسع ونفوذ الصين وتعزيز العلاقات. وهاريس أرفع مسؤول أمريكي يزور مانيلا منذ انتخاب فرديناند ماركوس في يونيو، في مؤشر على تزايد التقارب بين الحليفين بعد سنوات من التوتر في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي. والتقت هاريس أيضا نظيرتها الفلبينية سارا دوتيرتي ابنة الرئيس السابق الذي استدعت حربه الدامية على المخدرات تحقيقا دوليا. وترتبط الولايات المتحدة بعلاقة طويلة ومعقدة مع الفلبين ومع عائلة ماركوس الذي حكم والده المستعمر الأمريكي السابق لعقدين بدعم من واشنطن التي اعتبرته حليفا في فترة الحرب الباردة. وتسعى واشنطن الآن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع مانيلا في ظل الرئاسة الجديدة، ويشمل ذلك معاهدة دفاع مشترك واتفاق تعاون دفاعي معزز يعود إلى العام 2014 ويتيح للجيش الأمريكي تخزين معدات وإمدادات دفاعية في 5 قواعد فلبينية. لقي 44 شخصا على الأقل مصرعهم في زلزال ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية حسب ما قال مسؤول محلي لوكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم الإدارة المحلية في بلدة سينايور في جاوا الغربية قتل عشرات الأشخاص ومئات بل آلاف المنازل تضررت. حتى الآن أحصينا 44 قتيلا.
أعلن مسؤول محلي عن وفاة 20 وإصابة 300 بجروح في الزلزال الذي شهدته العاصمة الإندونيسية جاكرتا، والذي تسبب باهتزاز مباني متعددة حيث سارع الأهالي للخروج منها. وبلغت قوة الزلزال 5.4 من عشرة درجات، وضرب بالقرب من بلدات إلى الجنوب من جاكرتا بحسب وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية. وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد، حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر الجنوب جنوب شرقي آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ. عقدت صربيا وكوسوفو جولة مباحثات جديدة رفيعة المستوى في بروكسل بوساطة مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية جوزيف بوريل على خلفية تفاقم الوضع بينهما. وقالت مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان إن الاجتماع الطارئ سيركز على إيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية ومنع تصعيد الوضع على الأرض، مع التركيز على موضوع لوحات ترخيص السيارات واستئناف صرب كوسوفو عملهم في المؤسسات الرسمية بكوسوفو. وتطلب سلطات ألبان كوسوفو من الصرب المحليين تغيير لوحات ترخيص سياراتهم الخاصة بلوحات تحمل رموز كوسوفو، مع فرض غرامات قدرها 150 يورو للمخالفين بدءا من 21 من نوفمبر الجاري. تنبعث سحب شاهقة من الرماد والحمم البركانية المتوهجة من بركانين في شبه جزيرة كاماتشاتكا الروسية، ويقول العلماء إن ثورانا أكبر للبركانين قد يكون في الطريق. شبه الجزيرة التي تمتد إلى المحيط الهادئ على بعد حوالي 6600 كيلومتر شرقي موسكو هي واحدة من أكثر مناطق العالم تركيزا فيما يتعلق بالنشاط الحراري الأرضي، مع وجود حوالي 30 بركانا نشطا بها. وذكرت تقارير إخبارية أن الثوران الجديد المفاجئ عقب زلزال قوي وقع يوم السبت الماضي. وقال معهد علم البراكين التابع للأكاديمية الروسية للعلوم إنه في بركان كليتشيفسكايا سويكا الذي يبلغ ارتفاعه 4754 مترا هو أطول بركان نشط في أورواسيا. وأضاف المعهد أن تدفقات الحمم البركانية وانبعاثات الرماد تأتي أيضا من بركان شيفلوتش. أختم هذه النشرة بتذكير بالعناوين. إحياء يوم الطفل العالمي في إقليم عنسبة. اجتماع لجمعية المعاقين ذهنيا في مصورة. مدرسة حدنة المتوسطة تكرم طلابها المميزين. كمال هاريس تؤكد على التزام الولايات المتحدة الثابت بالفلبين. عشرات القتلى ومئات الجرحى في زلزال بإندونيسيا. ومباحثات بين صربيا وكوسوفو في بروكسل وسط توتر ينذر بأزمة إقليمية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.